اهلا بيكم في قناتي احلى الاكلات. هنعمل النهارده مع بعض الجاتو الشاتو بطريقه سهله وبسيطه جدا، ومقادير اقتصاديه متوفره معانا في البيت، وهيطلع معاكي تحفه. اللي هياكله عندك مش هيصدق انه معمول ببيضه واحده بس. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملناه ازاي. بشبشق الخلاط ناشف ونضيف، هنضيف فيه كوباية لبن بدرجة حرارة الغرفة، وهنضيف معاه كوباية سكر، كوباية الا ربع زيت، نص كوباية كاكاو خام. يا ريت يكون نوع كويس عشان يدينا طعم احسن. هنضرب المقادير مع بعض كلها في الخلاط. هيطلع معانا الخليط تقيل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هيكون احلى صوص شوكولاته هتعمليه. هناخد نص المقادير نحطها في كوبايه نركنها على جنب. كل المقادير هنقيسها بكوبايه واحده، سواء المقادير الجافه او السايله، عشان مقاديرنا تبقى مظبوطه معانا. معايا بيضه بدرجه حراره الغرفه، احطها على نص الخليط اللي باقي، ومعلقه خل وكيس فانيليا، وهضربهم كويس قوي. هيبقى معانا الخليط بالشكل ده. هنجهز بقى الدقيق بتاعنا، هندخله كويس، هندخلها 3-4 مرات قبل كده عشان يدينا نتيجة احسن. هنضيف معلقة بيكنج باودر هرمية، هضيف رشة ملح بسيطة خالص ما بين صوابعك كده. هنقلب كله على بعضه. هضيف بقى الخليط اللي ضربناه في الخلاط، وهنقلبه في اتجاه واحد. في الوقت ده انا بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. الكيكه بتاعتنا جاهزت معانا اهو. الخليط بتاعنا سايل مش تقيل. لو حسيت ان هو تقيل ممكن تزوديه معلقتين ميه او لبن وتقلبيه كويس. صينيه مدهونه بالسمنه او بالزبده، مقاس 24 او 26 هتكون حلوه برضو. هنضيف الكيك بتاعنا وندخله الفرن على الرف الاوسط. مش هياخد معانا غير نص ساعة بس وهيكون جاهز ان شاء الله. هنجهز معانا طبقة الكريم شانتيه، عبارة عن نص كوباية لبن، نص كوباية كاكاو، نص كوباية كريم شانتيه خام، سوري. هنحط عليها معلقتين سكر حبيبات، هنضربها كويس قوي بالشكل ده. هنضيف معلقة صوص من اللي احنا ركناها على جنب عليها عشان تدينا لون احلى. الكيك بتاعنا خرج من الفرن. اول ما يبرد خالص هنفتحه فتحات صغيره، ونكون مجهزين معانا كوبايه لبن عليها معلقه كاكاو خام ومعلقه سكر، نقلبها كويس ونسقيها. وبعد ما نسقيها هنضيف طبقه الكريمه بتاعتنا اللي احنا جهزناها، وهنحط طبقه الصوص اللي ركناها على جنب، وهنفردها برضو بالشكل ده. ممكن بقى التزيين حسب ذوق حضراتكم. لو عايزين تزينوا بالشوكولاته بيضه ممكن. انا زينت بالكريم شانتيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. حطيتها في التلاجة حوالي ساعة تماسكت كويس، وهتقدميها بألف هنا وشفا. احلى قطعة جاتوه تاكليها مش هتبطلي تعمليها من حلاوتها، وولادك هيطلبوها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم في الله. الى اللقاء.